أهلا بيكم أعزائي المشاهدين والمتابعين من مصر والوطن العربي. هقدم لكم سلسلة جديدة. السلسلة دي لسه ما اخترتش ليها اسم. هقول لك باختصار ان انا بمسك اغنية وبقعد افصصها لك واقول لك اتعملت ازاي، تفاصيل فيها كتير، او البروديوسر عمل ايه عشان يقدر يوصل للصوت ده. ومعانا اول اغنية النهاردة وهي طيب، عاوز اقول لك ان الغرض من الحلقات ديت اللي انا هعملها لسه على اللونج ران مجرد education، تعليم ليك ازاي ان انت تقدر تعمل البيت بتاعتك، تشوف البروديوسرز البرو بروديوسرز عملوا ايه، استخدموا ايه. يلا بينا نعرف الاغنية دي اتعملت ازاي وايه التفاصيل بتاعتها، بس بعد الفصل الموسيقي. انا جبت لك الاغنيه اهو وفصصتها، اختصرت شويه وقت. اول حاجه انا فصلت الصوت عن المزيكا علشان اقدر اسمع اكتر وبدقه اكتر الكوردز اللي ملعوبه. الحاجه التانية اللي انا عملتها وهي ان انا تراكت التيمبو، يعني شفت التيمبو ايه، لان دي حاجه مهمه قوي في البرودكشن اللي انا هقعد احاول اعمله ديسايفر، احاول افك الشفره بتاعته عشان اعرف البروديوسر ده عمل ايه وازاي. التيمبو كان 110، وابتديت اقسم الاغنيه سكاشن زي ما انت شايف كده، اللي هو الاخضر والاورنج ده. دي السكاشن بتاعت الاغنيه ديت متكونه من 3 سيكشن، اللي هو A و B و C. ال A مثلا تعال نقول عليها الانترو، وال B اللي هو الفيرس، وال C اللي هو الكورس. الحاجه اللي بعد كده عملتها وهي ان انا فصصت الكوردات، قعدت اطلع الكوردات وخدت مني وقت كتير قوي الصراحه، لان الديتيلز داخله في بعضيها فمش قادر احدد قوي الكوردات. السلم بتاع الاغنيه ديت دو ماينر. طبعا هتسألني تقولي ازاي اقدر اطلع الكوردز. الموضوع مش سهل شوية، محتاج اذن موسيقية ومحتاج تدريب. تقدر تخش على اللينك اللي انا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن، وده هيكون فيه شوية كورسات هتقدر تفيدك، وبرضو تقدر تعمل معايا زي زوم ميتنج او حاجة زي كده، كورسات اقدر اعمل لك اير تريننج واقدر افصص لك ازاي تقدر تدرب ودانك ان هي تطلع الكوردات. عندنا الحاجة اللي بعد كده وهي مهمة جدا ان احنا نعرفها، بعد ما حددنا التيمبو، بعد ما حددنا الكوردات وقسمنا الاغنية عشان تبقى سهلة علينا، اللي احنا لازم نعرفه وهو الاليمنتس بتاعت الاغنية، يعني الالات اللي موجودة فيها ايه. تعالى كده نركز شوية. اللي انا سامعه حاليا درامز، بس الدرامز مدي شوية بركاشن، شوية في صوت كلاب، في صوت بيز، الكترونيك بيز مش بيز حقيقي، وده سينسايزر. في جيتار، بس الجيتار ده مش متسجل لايف، الجيتار ده لوب ماشي مع الكوردات. وصوت البيانو، صوت البيانو ده صوت حلو، وفي زي اربيجيتور ورا الجيتار اللوب طبعا. ما عنديش جيتار لوب، انا جيتاريست، فهسجل انا الجيتار. الاربيجيتور، الاربيجيتور تك 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 هعمله انا، هلعبه بايدي لايف. يعني مبدئيا كده طالما انا محدد الكوردات في الكيو بيز، في حاجه خطيره جدا جدا وجميله جدا وسهله جدا بتسهل عليك حاجات كتيره، وهي الكورد تراكر ديت ممكن تتحول لميدي مثلا يعني اقوم جاي عامل كده اهو، واقوم جاي عامل لهم منزلهم على الباد ده اللي انا عامله باد ده، اللي هو ايه صوت كده باك جراوند عشان كنت اطلع الكوردات. ليه انا ابتديت بالبيانو الاول او البادز الاول؟ لان دي الاساس بتاعي اللي اقدر اعمل عليه البركشن او الريذم. مبدئيا انا هسيبها كده زي ما هي. طيب تعالى ده نعمل بيانو، بعد كده ممكن اغير الصوت بعدين. تعالى نجيب الاربيجيتور بقى، تن تكتكن 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 تكتكن، ده اللي كان معمول. طيب نعمل الاربيجيتور ده، نقوم جايين اند اتراك. وفي تعال نجرب نكسس ده جميل جدا برضو بيستخدموه البروديوسرز، نسميه اربيجيتور.
هو الاربجيتور ده كان بيانو، تعال نسمع كده. صوته شوية قريب شوية من الماريمبا. اوكي. اوه نايس. انا ممكن اعمل صوت الاربجيتور، اركب صوتين لايرز على بعض كأن ده الستيك بتاعت الماريمبا، واركب عليها النغمات. نايس. اوكي. اوه فهمت، في حاجة حلوة بيعملها. تن 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 تن، بيرد على الكوردات. تن. يعني مش مبسوط من الصوت قوي. اها، هو ده صوت الماريمبا بالظبط. هو ده اسمه هارد ماريمبا. ده برنامج نكسس، اكتب معايا. حلو قوي، بس هو ما بيلعبش الكوردات كده بيلعب الكوردات. تعال مثلا نقفش الكوردين دول. بيلعب بيلعب مي بيمول سول. مي بيمول سول. اها اوكي. انا هنا في فويس تسمع صوت غريب ده. نايس. تعالى بقى نقفش الباقي، نعمل فيه نفس القصة. اوكي كده انا قربت جدا جدا جدا. دول الكوردات بتاعتنا. اوكي تعالى بس نغير لونهم عشان ايه، معلش اعذروني في موضوع الالوان ده. بالنسبة لي برتاح. تعالى بقى نجيب الاربجيتور ده. تعالى ده نسميه ذا كوردز. اوكي. تعالى نعمل نفس الصوت، هنعمل دوبليكيت، وهنا بقى هنعمل تكا 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 تكا. اوكي فهمت. عشان كده ده كان عامل لي ازمه، اللي هو لابي مول. هي هنا فا ماينر. طيب هتقولي هنغير ازاي، معرفش ايه. فا ماينر بسيطة جدا 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 جدا. احنا عندنا هنا فا ماينر فيها الدو واللا بيمول. دي لا بيمول موجودة معانا. لا بيمول برضو. دو. هنا دي فا بقى، تعالى نخليها هنا فا. اوكي تعالى بقى ايه كده. اوكي كده اتظبطت، اكتر. ما كانتش لابي مول. اوكي. نو بروبلم. يلا. لا. يلا بينا يلا. نايس. تعالى بقى نكوانتايز. كده احنا فكينا شفرة الاربجيتور، وهو اصلا سينسايزر بيعمل لوحده. القصة التعبانة اللي انا لسه عاملها دي خدت مننا بتاع ساعة. تعالوا بقى نعمل دلوقتي نظبط الصوت كميكسينج بقى، نقلل شوية. اعتقد ان انا ممكن اعمل حركة ان انا اخلي الكوردز هي الماريمبا، واشيل البيانو ده اخليه صوت تاني. تعال نسمع كده يبقى عامل ازاي. هو
لعبها بالماريمبا لكن مفيش النغمات اللي تحت البيزي دي. تعال نسمع كده، واعتقد ان هما نغمتين اتنين بس. بس لسه في البيانو تحس ان هو ليه كده سستين تيل حاجة زي كده. تعال نكتب سنس فيفث. يا ساتر. واو. اعتقد الصوت ده ممكن نجرب كده. يلا بينا تعال نسمع. واو. واو مان I love it I made it. حلو جدا. طيب الجزء ده اتكرر حوالي 1 2 3 4 times في مدار الأغنية، فبكل بساطة هقوم جاي واخد حذاء واعملهم كده دوبليكيت في المكان بتاعهم. دي بقى فكرة ان انا اقسم الشغل بتاعي علشان اقدر اوفر على نفسي وقت. تعالى بقى نخش على الكورس بتاعتك. تعالى احنا فيها تغيير شوية ولا هم؟ لا هم طيب ده سهل، بس مفيش الحتة تتا تتا تا. الجيتار هنا مور دوميننت، تكتاتا تكتاتا، الحاجات دي. وتحس ان في صوت زي سترينجز تت 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 تت. ماشي يعني سهلة. طيب يبقى مبدئيا كده التراك كله على بعضه الكوردات بتاعته انا كنت غلطان في حاجات، بس اما ابتديت افصص فيها ابتدى الموضوع يبقى ابسط واسهل. دو ماينر، فا ماينر، سول سيفنز، ودو ماينر تاني. ده كل التراك. بالنسبة للكوردز اللي هي الماريمبا هعملها دوبليكيت، ولكن دي هخلي صوتها سترينجز. هشيل الدوبليكيت ده من كل الكورس. alright. done. هنا بقى اجيب الصوت، هعمل هنا سميه strings. انا بكتبش الاسم الحاجة كامل يعني علشان ابقى شايفه تحت في الفيدر يبقى اسهل شوية. طيب تعالى هنا بقى نجيب، انا عاوز اجيب، تعالى برضو وليه لا ناخد النكسس ونقوم جايين عاملين strings. هنشوف السترينجز هنا، هقوم جاي لاعب الكوردات اللي فوق أولى رابعة خمسة أولى أولى رابعة خمسة أولى. الناس بتوع المزيكا الجامدين أوي 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 هيفهموني. رائع 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 رائع. تعالى نعمل strings لون تاني، بام با با بام بام با. وتعالى نعمل اربجيتور برضو لون تاني. اوكي هنا بقى ده شيل الكلام ده، وتعالى نعمل ده. اوكي اللي انا عملته ده عملت خليت كل الكوردز تمشي مع بعض يعني يتعمل لهم باونس، ولو ما عجبنيش الصوت برضو عادي اغير مفيش مشكله. خدت بالك هنا الكمانجات تا تا. اوكي انا ممكن اعمل حركه في الكمانجات برضو، اعمل مثلا strings 1 نقوم جايين كده ايه دي strings 1. تعال نعمل layer strings duplicate مختلف شويه، high notes تت 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 تت. الستايل بتاع المزيكا دي او نوع المزيكا دي بتبقى عبارة عن layers فوق بعض، بتلعب حاجات مختلفة عشان تدي لك more full body للتراك.
يعني نسميها تو تا تا. اعتقد يعني تارا تارا. هنا لازم اغير ري ري ري. ممكن تعال نجرب نفس الصوت. اعتقد 100% نفس الصوت اللي انا بلعب بيه حاليا. خلاص انا عرفت النغمات. done. نايس. يلا بينا نسجل. سول مي بيمول فاري. اوه بدل الري سي بيمول مي بيمول اسف. يلا بينا. دي عملتها غلط. ايوه نايس مظبوطين. اوكي تعالى بقى نميكس الليفلز. السترينجز دي توتا شوية. strings 1 اوكي. تعالى بقى نشوف فين الكورس التاني اللي بيلعب فيه نفس ال السترينجز دول. تترارا تترارا. ماشي اوكي عمل تفعيلة تانية هنا. ماشي يلا بينا. ماشي ده انا عملت له هارموني كمان. دن 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 دن. تمشي ليا تكبر وبتكبر الاحلام. انا ده في حته جديده حته جديده مختلفه يعني. عمري في ليله نسيت القدام ويمشي التهم. تك 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 تك. حلوه دي. تت تت تت. تعال نسمع. برضو جت في فيرس. اعتقد ان هي اوكتاف اعلى. يا سيدي تعالى هنا دي كمان برضو نخليها اوكتاف اعلى. والترانزيشن ابتدى من تاني مرة. يلا بينا. الترانزيشن ده صوته مش ماشي لانه ما بينزلش في الان معايا. هل ممكن العب في السرعة بتاعته؟ هل ممكن مثلا نعمله سينك؟ احنا كده يا برنس بقى معانا فكينا الشفرة بتاعت الكوردات. تعال نفك شفرة البيت بقى. تعال نشوف برضو نكسس. طالما احنا جبنا الاصوات معظم الاصوات من نكسس وممكن الفترة دي كان نكسس عامل ضجة فاعتقد ان هما كانوا بيستخدموا نكسس. تعال نعمل الكيك. اوكي دي حلوة دي.
نايس نايس. يلا بينا هنعمل ريك دلوقتي للكيك. تعال ناخد السنير ويلا بينا برضو نكسس. alright 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 alright. هي دي كريزي سنير، هي دي بالظبط. تك 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 تك. اوكي يلا بينا نجرب كده نسجل. حلو، عشان ما اقعدش اعمل كتير هاخد كوبي، هظبط دول واخد كوبي و بيست وخلاص. تتتت كتيرة. الجيتار طبعا انا يعني سامع صوت الجيتار في وداني يعني ده هيبقى على كل الكورس برضو هيروح. الفيرس مختلف شوية، التفعيلة مختلفة. اوكي التفعيلة يعني يكاد يكون هي ولكن في حتت معمول لها ميوت بس مش اكتر. الموضوع سهل. نايس I like it man I like it. دي تفعيلة بتاعت الريجاتون. يعني هو احنا هتتجاب في حاجة مش عجباني. انا بحاول اظبط دلوقتي الشكل بتاع السنير على حسب ما انا سامع. دي صوتها تحس ان هو كراش مش نسمع كده. دي كلاب. اوكي ماشي تعالى نسمع كده. نايس كده التفعيلة مظبوطة. برضو في حتت مش موجودة. اوكي 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 كده احسن. اعتقد كده دي بنسبة 100% مظبوط. اعتقد كمان في لاير مع السنير كلاب، في حتة في السنير انا حاسس ان هي كلاب بس اللي هي الجزء اللي في الاخر ده. نايس. اوكي يلا تغيير تاني على السنير بتاعتنا. سنير مع كلاب، سنير مع كلاب. والحاجة التانية انا سامع صوت بركاشن. هو في واحدة سنيرية واحدة كليب، هنا دي مش موجودة وهنا العكس. اوكي وهنا برضو نفس القصة او بيتهيألي العكس، مفيش سنير في كليب. تعال نسمع كده. اوكي هنا برضو مفيش سنير في كلاب. في هنا دلوقتي تمبورين. طيب وهنا السنير رجعت بكامل قوتها العقلية والبدنية والصحية. في تريك كده صغيرة انا عجباني ما بين تفعيلة ما بين السنير والكلاب.
مش عارف هل انا سامع صح ولا لا، ولكن انا عجباني الصراحة. السنير في حتة زي كأنها بريك مثلا، بس هو عاملها بطريقة بيردوا على بعض. تمرين. تعال نشوف برضو نكسس، تعال نسجلها. اه التمبورين اخف بكتير. تتت تتت تتت. ماشي، هنا كده مظبوط تمبورين، لكن هنا التمبورين مختلف. اها. اوكي. مفيش في الان، كله في السكندات ديت. في نايس. والكيك هنا بتلعب مع البيز بالظبط. يعني كيك ما بتلعبش دم دم دم، لا. كيك هنا بتلعب تقريبا من اولها ولا. اه اوكي. البيز درام بتلعب مع التفعيلة بتاعت البيز. هنا مفيش بيز ولا كيك. اوكي. اوكي هنا مفيش دول. اوكي مفيش دول برضو. يبقى كده انا عرفت التفعيلة. وال1 and 1 and 1 and 1. اوكي. اوكي دلوقتي انا وداني جايبة بيز. يلا بينا تعالى نسجل بيز ونشوف بيقول ايه الجمل بتاعته. تا 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 مي دو سول ري. دي بقى اللي ايه. تا دا دا. يا اما اللي بيعمل البرودكشن ده كان كيبوردست، يا اما دي لوفاية. اوكي 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 يلا سجل 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 سجل. هي مش كده بالظبط، تعالى نسمعها. ده في اكتر. تارارارا. فهو معلق على نغمة، معلق على نغمة، معلق على نغمة. تارارا تارارا. لقيتها. نايس. Yeah baby yeah 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 yeah. ترارا. الجيتار عمال بيزن في وداني. طيب تعال نعمل البيز بتاع الفوك الفيرس لو في هنا اصلا. اوه تات تات. نايس. قريتها خلاص، يلا بينا.
نايس نايس مان، نايس نايس نايس. تقلقش، هسجل الجيتار في الاخر، تقلقش تقلقش. حلو، البيز بيلعب في اخر حته بس خالص، تم 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 دي كده، ناقص الجيتار. الريت تشاجينج ده والميلودي هعمله عليها بعدين. اوكي تعال بقى نسجل ده هو بس ايه، يعني ده احنا هنخليها left for left، وهنعمل ده for right. ممكن نعمل فا، وما احنا السول ماينر، سول لا سول ميجر. اوكي يلا بينا تعال نجرب. اتمنى تكون حلقة النهاردة فادتك وعجبتك. التراك ده شغال عليه تقريبا 3 ساعات ونص. طبعا في البرودكشن قللت لك الدنيا بحيث ان الموضوع ما يكونش كبير، ولكن اتمنى تكون ان انت استفدت. حابب تشوفني بفك شفرة تراك ايه تاني؟ اكتب لي تحت في الكومنت، وانتظر الفيديو القادم. اشوفك على خير.